السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي على اليوتيوب قناة كل الهلا بيكم اليوم مثل ما تشوفون راح نسوي مقبلات من هاي اللي يحبها قلبكم. سألتكم أني سؤال قبل كم يوم بالمنتدى وبالانستغرام عن أكثر الأنواع اللي تحبوها بالمقبلات. اختاريت أني الأصناف اللي أغلبكم اتفقتوا عليها وقدمت لكم إياها بطبق واحد. الناس اللي عندها مشاريع صغيرة اللي تشتغل يعني بالأكل اعتمدوا هاي الوصفات، كلش راح تعجبكم وكلش راح تدعوا لي. قبل ما نبدي، إذا كانت هذه أول مرة تشوفونا أتمنى تشتركون بالقناة وتنورونا، وضروري تخلونا لايك وتدعمونا لأنه الفيديو يستاهل. وهسه راح نقول بسم الله ونبدي بتحضير مقبلاتنا الرهيبة لهذا اليوم. راح نبدي نحضر سلطة الدجاجيك أو الخيار باللبن. عندي هنا وعاء راح أخلي بيه مصفي وأجيب هاي الحافات وأبدي أبرش الخيارة. راح أستخدم أني الحافات الخشنة وراح أبرش 3 حبات من الخيار. بعد أن برشتها بهالشكل هذا راح أبدي أضغط عليها على مود نتخلص من المي اللي موجود بالخيار، حتى بعدين السلطة عندنا ما يتجمع بيها مي من نجي نضيف بقية المكونات. بعدها راح نجيب الخيار بهالشكل هذا ونضيف عليه نصف ملعقة طعام من النعناع المجفف، وملعقة طعام من الراشي أو الطحينة، وتقريبا 4 ملاعق طعام من اللبن الزبادي، وعصير ربع ليمونة. طبعا إضافة الليمون والراشي يساعدني إنه السلطة تبقى متماسكة لأطول فترة ممكنة، فإضافتها ضرورية. ضفت أيضا شوية من الملح، خلطت المكونات مع بعضها وصارت السلطة مالتنا جاهزة. جدا طيبة وجدا بسيطة، جربوها بهاي الطريقة ومتأكدة راح تعجبكم. راح ننتقل هسه للنوع الثاني. راح نبدي هسه نحضر سلطة أو مقبلات الرمانية. في وعاء ضفت ملعقة طعام من المايونيز وملعقتين طعام من اللبن الزبادي. راح أضيف عليها أيضا ملعقة طعام من العسل. إذا ما عندكم عسل تقدرون تستبدلوها بملعقة طعام من السكر. كمية السكر حسب الحموضة مالت الرمانة. إذا كانت الحموضة مالت الرمانة هواية تقدرون تزيدون السكر على مود توازنون بين النكهتين. راح أضيف هسه حبة رمان كبيرة فلستها بهالشكل هذا وراح أخلطها ويا الصوص، وتكون ويانا مقبلات الرمانية جاهزة. فالشي كلش طيب وكلش بسيط. أغلبكم تقريبا كتبتوا ليها بالتعليقات إنه تحبون هاي النوعية من المقبلات. جربوها بهاي الطريقة ويا ربي تعجبكم. راح أبدي هسه بتحضير مقبلات الباذنجانية. راح أحتاج إلى حبة باذنجان، نصف حبة من الفلفل، حبة خيار، حبة طماطة، وحبة بصل. طبعا كل هاي الخضروات راح أقطعها بهالشكل هذا، وأكيد طبعا كميتها نوعيتها تقدرون تغيرون بيها حسب الأشياء اللي تحبوها تكون موجودة أكثر بهاي المقبلات. بعد أن قطعت كل هاي المكونات بهالشكل هذا، الباذنجان راح أخذه وأقليه. أما تقلوه بالزيت أو تقلوه باستخدام القلاية الهوائية أو ترشوا له شوية زيت وتشووه بالفرن، كلها متاحة وكلها ممكنة. أنا استخدمت القلاية الهوائية وقليت الباذنجان بهالشكل هذا. أما البصل والفلفل فجبت مقلاة خليت بيه ملعقة طعام من الزيت النباتي، وضفت البصل والفلفل بهالشكل هذا وبقيت أحمسها أو أشوحها إلى أن تغير لونها. لا تقلون البصل والفلفل بزيت غزير، مجرد بهالشكل هذا كلش كافي. بالنسبة للخيار وللطماطة فأكيد ما راح نقليها، فقط الباذنجان والبصل والفلفل. وهسه راح نبدي نخلطها مع بعضها، بس أول شي لازم نحضر لها صوص. الصوص عبارة عن 4 ملاعق طعام من الكاتشب، وراح أضيف عليها ملعقتين طعام من دبس الرمان. هاي المقبلات إذا كان شوية بيها حموضة تكون أطيب. راح أضيف أيضا ملعقة صغيرة من الكمون، رشة من الملح، وأبدي أخلط هاي المكونات مع بعضها، وبهالشكل هذا الصوص مالتنا صار جاهز. راح أضيف الخيار، الطماطة، الخضروات اللي قليناها اللي هي الباذنجان، البصل، الفلفل، وأبدي أخلطها. راح أشوف هسه هل الصوص اللي حضرته أني كافي. هذا الشي راح يبين أثناء الخلط. دائما إحنا نبدي بكميات قليلة ويانا نزيد حسب حاجة الشي اللي صار بإيدنا. هسه هنا أنا شفت إنه من خلطت الصلصة ويا الخضار، شفت بعد تحتاج شوية كاتشب وشوية من دبس الرمان على مود كل الخضروات عندنا تتغلف بالصلصة بهالشكل هذا اللي تشوفوه. أكيد طبعا تقدرون بهاي المرحلة تتذوقوها، فيما لو تحتاج ملح أو دبس رمان تقدرون تعدلون عليها.
جربوها بهاي الطريقة ومتأكدة راح تعجبكم. راح نبدي هسه نحضر مقبلات السباكيتي الطيبة. راح أجيب جدر وأخلي بيه كمية وفيرة من المي رشيت له رشة بسيطة من الزيت النباتي. بعد أن بدأ عندنا المي يغلي ويفور راح آخذ نصف كيس من السباكيتي وأقسم القطع بهالشكل هذا وأضيفها بالمي المغلي. أذكركم المي ضفنا له شوية من الزيت النباتي على مود قطع السباكيتي ما تلتصق مع بعضها أثناء الطبخ. انتظرت السباكيتي إلى أن يستوي بالكامل بهالشكل هذا اللي تشوفوه. بعدين صفيته من المي الحار وغسلته بمي بارد وتركته على جنب لحين تحضير الصلصة. لتحضير الصلصة راح أجيب مقلاة وأخليها على نار متوسطة وأضيف كمية من الزيت النباتي وملعقة ونص طعام من معجون الطماطة. راح أحمس المعجون شوية بهالشكل هذا. بعد أن حمست المعجون بهالشكل هذا تقريبا نص دقيقة مو أكثر راح أضيف عصير نصف ليمونة. بس أنا الليمونة هنا مقطعتها أرباع فهنا دا أعصر ربعين. فعصير نصف ليمونة ويا ملعقتين طعام من الكاتشب، نصف ملعقة كوب من النعناع المجفف، ملعقة صغيرة من الكمون، رشة من الفلفل الأسود. وراح أخلط هسه المكونات مع بعضها. بعدين أضيف نصف كوب من المي، مي عادي يعني، وأكيد ما ننسى الملح. طبعا هاي المقبلات أيضا تكون طيبة إذا كان بيها شوية حموضة، فأني راح أضيف رشة بسيطة من الليمون دوزي أو ملح الليمون. إذا ما تحبون تضيفوه حسب رغبتكم تقدرون تكتفون بحموضة الليمون، بس أني تعجبني تكون شوية يعني الحموضة واضحة فضفت لها شوية من الليمون دوزي أو ملح الليمون. بعد أن قلبت كل المكونات مالت الصلصة بهالشكل هذا خففت النار ونزلت السباكيتي وبديت أخلط المكونات مع بعضها. بعد أن نخلطها مع بعضها نتركها على نار هادئة تقريبا 5 دقائق مو أكثر، لا تطبخوها زيادة عن اللزوم على مود ما تعجن. 5 دقائق على نار هادئة غطيتها وتركتها ورجعت لها وصارت وياي مقبلات السباكيتي بهالشكل الروعة هذا. طعمها كلش طيب، طريقتها جدا بسيطة. جربوها وإن شاء الله على قلبكم بألف صحة وعافية. أيضا تجنن، جربوها. راح أبدي هسه بتحضير السلطة البيروتية. عندي هنا مجموعة من الخضروات: خيار، طماطة، فلفل، حبة جزر برشتها باستخدام الحافات الخشنة، كمية من الزيتون تحبون أسود تحبون أخضر حسب رغبتكم، وتقريبا نصف كوب أو كوب إذا تحبون أكثر يعني من الحمص المعلب. هذا الحمص مسلوق وجاهز، غسلته من سائل الحفظ وراح أضيفه بالسلطة. راح أضيف هسه كل هاي الخضروات اللي محضريها وياها الحمص طبعا، وأبدي أضيف التوابل مال هاي السلطة: رشة من الكمون، رشة من الفلفل الأسود، رشة من الملح. راح نضيف أيضا زيت زيتون وعصير نصف ليمونة. مرات حتى يضيفون وياها ملعقة طعام من الكاتشب أيضا تطلع كلش طيبة. قلبت هاي المكونات مع بعضها صارت ويانا جاهزة، تقدرون تتذوقوها فيما لو تحتاج ملح أو حامض. وعلى قلبكم بألف عافية. راح نبدي هسه بتحضير سلطة التبولة. راح أحتاج أكيد إلى المعدنوس أو البقدونس، غسلته وقطعته من السيقان بهالشكل هذا. والمعدنوس يختلف عن الكرفس، ما يصير نسوي التبولة بالكرفس. كثير تجيني أسئلة بخصوص هذا الموضوع. راح أستخدم أيضا ويا المعدنوس النعناع. هنا غسلت باقتين من المعدنوس ويا نصف باقة من النعناع بعد أن وخرت يعني السيقان مالتها. غسلتها بهالشكل هذا وانتظرت إلى أن توشي الميها مثل ما نقول وتركتها على جنب. راح أجيب هسه ملعقتين طعام كبار من البرغل الناعم، نفس البرغل اللي نسوي بيه الكبة. أخذت ملعقتين طعام كبار. راح أغسل هذا البرغل وأنقعه تقريبا ربع ساعة بهالشكل هذا. هسه راح نترك البرغل ينقع على راحته ونروح نثرم المعدنوس والنعناع ثرم ناعم. كل ما يكون الثرم مالتكم ناعم يكون طعم التبولة كلش أطيب. على هاي الكمية مالت المعدنوس والنعناع راح أضيف حبة واحدة من الخيار ثرمتها ناعم، وحبة بصل صغيرة أيضا ثرمتها ناعم،
وحبة طماطة. راح أضيف هسه البرغل اللي نقعناه، لكن شوفوا شلون راح نضيفه. ناخذ أول شي كمية بهالشكل هذا، نعصرها ونوشلها مثل ما نقول من المي اللي موجود بيها، يلا نضيفها فوق التبولة. راح نتبل التبولة مالتنا بملعقتين طعام أو 3 من زيت الزيتون، عصير ليمونة كبيرة، رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود. أكيد طبعا كمية الحامض، الملح، الفلفل الأسود انتوا تتحكمون بيها حسب الكمية اللي تحضروها. خلطت المكونات بهالشكل هذا مع بعضها وصارت عندنا أطيب سلطة تبولة. راح نبدي هسه نحضر أطيب حمص بطحينة لكن باستخدام الحمص المجروش. عندي هنا كوبين من الحمص المجروش، راح آخذها وأغسلها كل زين، وبعدين أخليها بكمية وفيرة من المي وأتركها على نار متوسطة إلى أن تستوي بالكامل. من يبدي عندنا الحمص المجروش يغلي وتتكون عندنا هاي الطبقة البيضة، ضروري ترفعوها لأن هذه تأذي المعدة، فضروري ترفعوها بهالشكل هذا وترجعون تغطون الجدر على النص وتتركون الحمص المجروش إلى أن يستوي بالكامل. بعد أن يستوي ويانا الحمص المجروش بصورة كاملة وجيدة بحيث من تلزموه بهالشكل هذا ينمرد وياكم بسهولة، هذا هو القوام اللي نريده. راح نصفيه من المي الحار أكيد ونتركه إلى أن يبرد تماما. يلا نبدي نحضر الحمص بطحينة. ضفت هسه كل المكونات في محضرة الطعام. ضفت أول شي الحمص، وهسه ضفت عليه كوب كبير من الراشي أو الطحينة. راح أضيف أيضًا عصير ليمونة كبيرة، ويفضل الليمون اللي تستخدموه يكون فريش. راح أضيف أيضًا ملعقة طعام كبيرة من اللبن الزبادي، فص صغير من الثوم إذا ما تحبوا الغوه، ملعقة صغيرة من الكمون، كمية من الملح، وكمية الملح أكيد حسب رغبتكم وتذوقكم. راح أضيف أيضًا ملعقة طعام من الزيت العادي، وكم مكعب من الثلج على مود يساعد الحمص بطحينة تتماسك أثناء الخلط. وراح آخذ هسه كل المكونات وأضربها ضربًا مبرحًا حتى تصير كريمية. طبعًا ضروري الخلاط مالتكم يكون سريع على مود تحصلون على ملمس كريمي. إذا ما عندكم من هذه يعني ست البيت أو محضرة الطعام، استخدموا خلاط العصير العادي. أهم شي بس طولوا بفترة الخلط إلى أن توصل وياكم لهذا القوام. شوفوا بسم الله ما شاء الله، كأنما حمص بطحينة مال مطاعم. طبعا هاي من راح نخليها بالثلاجة راح تشد أكثر، راح يطلع وياكم الطعم خرافي، كأنما جايبيها جاهزة من السوق. راح نبدي هسه نهندس ونرتب طبق المقبلات مالتنا ونسوي الفيكات اللي يسووها جماعة المطاعم. نخلي الحمص بطحينة بالوسط بهالشكل هذا نرتبها، ونبدي نخلي كل أنواع المقبلات اللي سويناها ونرتبها بهالشكل الحلو هذا. وعلى طاري إشي الحلو، لا تنسون تخلونا لايك حلو من إيدكم الحلوة، لأنه صدقوني كلش تعبت عليه للفيديو، فأتمنى فعلا يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. وما تتخيلون إيش قد غسلتم مواعين بذاك اليوم، فضروري تدعمونا بلايك، شاركونا الفيديو بين أصدقائكم، حبايبكم، صفحاتكم، على مود يوصل لأكبر عدد ممكن والكل يستفاد من عنده. يا رب يكون الفيديو مالت اليوم عجبكم وحبيتوه. جربوا هاي المقبلات بهاي الطرق، وصدقوني بعد أبد ما تطلبوها من المطاعم. وهذا يا جماعة الشكل النهائي لطبق المقبلات الملوكي مالتنا. سوينا اليوم أشهر مقبلات المطاعم بطرق بسيطة وطعم خرافي. جربوها ومتأكدة راح تعجبكم، وسهمكم العافية. ما أحكي لكم يا جماعة، نسفناه للماعون بدقائق، اتمنيته قدامكم. هذا كل ما كان عندنا اليوم. يا رب يكون الفيديو عجبكم وخدمكم. لا تنسونا بلايك من إيدكم الحلوة وشارك الفيديو بين الأصدقاء. أشكر متابعتكم وإلى اللقاء.